السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إكرام أميرة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو وكنتمنى لكم جمعة مباركة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم سكسو بالخضرة اللي كيجي أكثر من رائع وكيعجبنا حنا المغاربة أكثر. المهم غير تابعوا معايا الفيديو حتى الأخير وغادي تكتشفوا معايا جميع الأسرار باش يجيكم هاد السكسو ناجح 100%. المهم كما قلت لكم غادي نشارك معكم جميع الاسرار باش يجيكم هاد السكسو. المرق ديالو خاطر وجي بنين بزاف والطريقه ديال السكسو باش ما تعجل لكمش. المهم جميع الاسرار غادي نشاركهم معكم، وغير تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر وفرجوني. وعلى بركه الله نبداو في تحضير سكسو. وعندي اول حاجه غادي نبداو بها، عندي هنا اللحم ديال الدجاج، مهم كميه على حسب افراد الاسره. عندي هنا 2 مطيشات متوسطين حكيتهم، عندي واحد البصله صغيره سلطها رقيق، عندي هنا شويه ديال القزبر ومعدنوس، عندي في التوابل معلقه كبيره ديال التحميره، شويه ديال الملون الغذائي، شويه ديال السكونجبير، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه على حسب الذوق. وهنا غادي ناخذ البرمه ديالنا وغادي ندير فيها الزيت النباتيه. ودابا كنضيفو اللحم، ثم غادي نضيفو ديك 2 مطيشات متوسطين اللي حكيناهم. المهم كندير كلشي في خطره، كنشحر كلشي مره. عندي هنا شويه ديال البصله وشويه ديال القزبر ومعدنوس، ثم كندير التوابل كما ذكرتهم معكم، معلقه كبيره ديال التحميره، شويه ديال الملون الغذائي، شويه ديال السكونجبير، شويه ديال الابزار والملح على حسب الذوق. هادو هما التوابل فقط اللي غادي نستعمل. وهنا كنخلطو الكل وكنديروه يتشحر مزيان. وهنا غادي نخليو هاد الدجاج ديالنا يتشحر مزيان، ثم غادي ندوزو نشارك معكم الخضره اللي غادي ندير هاد السكسو. وهذه هي الخضره اللي غادي نديرها لهاد السكسو. عندي شويه ديال الخيزو، شويه ديال اللفت، شويه ديال القرعه الحمراء، واحد باذنجان، عندي 2 فلفلات حارين، عندي شويه ديال عندي هنا شويه ديال المكور قطعته رقيق، شويه ديال الحمص غير اختياري. المهم هاد الحمص راه ديجا رطبته في الماء. وهنا بعد ما تشحرت ليا البرمه ديالي مزيان، ديجا وجدت الماء يكون طايب. هنا راه كندير الماء راه غير المهم الفوار ديال هاد البرمه هو اللي ما خلانيش نصور مزيان. ثم كنضيفو الحمص وداك المكور اللي قطعناه رقيق. وهذه هي الخضره اللي غادي ندير في الاول صافي. وعندي هنا كيلو ديال السكسو رقيق، غادي نضيفو ليه شويه ديال الزيت النباتيه وغادي نخلطوها فيها مزيان. ثم غادي نضيفو الماء بالتدريج. وهنا كما قلت لكم راه كنضيف الماء غير بالتدريج. وهنا هاد السكسو راه كيبغي كميه من الماء تكون شويه كثيره، ما تخافوش منه واخا غادي تضيفوا له الماء بزاف راه ما غيتعجن لكم، ماشي بحال السميد الا كثرتي ليه الماء كيتعجن. هذا ما غيتعجن ما والو. بعد ما غادي نديروا ليه الماء الكافي غادي نخليه 5 دقائق حتى تشرب لنا مزيان، وغادي نديروه في الكسكاس يطفو الفوره الاولى. بعد ما دازت 5 دقائق وهاد السكسو ديالنا شرب الماء اللي درنا ليه. شوفوا معايا كما قلت لكم راه ما كيتعجن ما والو واخا غادي نكثروا ليه الماء. وهنا غادي نديروه في الكسكاس وغادي نخليوه 20 دقيقه يتفور. المهم التفويره الاولى خصكم تخليوه يطيب مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله في التفويره الثانيه. بعد ما طرت لينا التفويره الاولى مزيان، هنا غادي ندوزو للمره الثانيه. وهنا غادي نديرو ليه الماء. المهم المره الثانيه ما غادي نكثروش الماء بزاف وصافي. بعد ما غادي نديرو ليه الماء غادي نخليوه كما الاول، غادي
5 دقائق هكا كيتشرب لينا الماء اللي درنا ليه لأيتما نديرو الخضره طيب لأيتما نديرو الخضره اللي غادي طيب في هاد المره الثانيه. ودابا غادي نضيفو خيزو اللفت يطيبو وصافي، وغادي ندوزو نديرو السكسو ديالنا حتى هو يطفو المره الثانيه. بعد ما تفور لينا السكسو ديالنا المره الثانيه، هذه هي الثالثه والاخيره. هنا كندير ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الماء، غير شويه باش غير تذوب ليا فيها هذيك الملحه. وغادي نضيفو شويه ديال زيت العود وصافي، وغادي نخليوه يتشرب ديك الزيت وتذوب فيها هذيك الملحه، وغادي نديروه يطفور. وهنا غادي نضيفو الخضره اللي تبقات لينا. ودابا غادي نضيفو الخضره اللي تبقات. عندي شويه ديال القرعه الحمراء، شويه ديال الباذنجان، جوج فلفلات حارين غير اختياريين، وشويه غادي نضيفو شويه ديال القزبور واللي وكاين اللي كيضيف شويه ديال الضمه ديال الكنور حتى هي غير اختياريه. وصافي، وهنا كنحركو السكسو ديالنا بعد ما تشرب لينا الزيت كما قلت لكم ودات فيها هذيك الملحه. هنا كما قلت لكم السكسو ديالي راه ما كيتعجن ما والو، وغادي نديرو صافي طيب مزيان. ودابا بعد ما طاب لينا السكسو ديالنا مزيان وطابت الخضره حتى هي مزيان، المهم هنا غادي ندوزو نسكيو السكسو ديالنا. وشوفوا معايا البرمه ديالي راه كتجي خاتره بزاف وكتجي فيها الخضره حتى هي طايبه مزيان. ودابا غادي نقادو السكسو ديالنا في القصعه، والتقديم كل واحد وكيفاش كيقدم السكسو ديالو وكيفاش كيعجبو السكسو ديالو انه يقدمو. وهذا هو الشكل النهائي ديال السكسو ديالنا، وكيجي واحد السكسو اللي رائع بزاف لا في المذاق لا في الشكل. غير جربوا الطريقه ديال السكسو اكيد غادي تعجبكم. وانا كنت حريصه انني نشارك معكم جميع الاسرار باش نشرح معكم السكسو، لا من حيث الخدمه ديال السكسو باش ما يجيكمش معجن، ولا من الطريقه ديال البرمه باش تجيكم عاقده بزاف. المهم هنا انا حريصه انني قدمت لكم جميع الاسرار باش نشرح معكم سكسو. وما تنسونيش من لايك الفيديو اللي عجبتكم، من الوصفه، واشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركينش مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد الوصفات ديالي، وبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء ديالكم. وجمعه مباركه وشهيه طيبه. وصلنا لنهايه الفيديو، دمتم في رعايه الله ومع السلامه.